لو كنتم زيي وزي كل الإسكندرانية بتحبوا جدًا، جدًا أكل السمك، ومتعودين زي كل الإسكندرانية إن أنتم تاكلوا مع السمك المشوي رز أبيض، وتاكلوا مع السمك المقلي رز بالصيادية، يبقى أكيد، أكيد هتعجبكم وصفتنا النهارده لرز الصيادية اللي معمول بطريقة زمان، ومعمول على الطريقة الإسكندراني اللي كانت بتعملها جدتي وجدات كل الإسكندرانية، واللي طعمه في حتة تانية خالص ومختلف عن أي رز صيادية ممكن تكونوا دقتوه قبل كده، ولونه وشكله وطعمه في حتة تانية خالص. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير، ويعجبكم النهاردة رز الصيادية بتاعنا اللي طعمه خرافي جدا وريحته فوق ما تتصوروا جميلة جدا. عندنا حلة على النار هننزل عليها ب3 4 معالق زيت حسب كمية الرز اللي هنعملها وبصلاية صغيرة، وهنبدأ نحمر البصلة لحد ما نوصل بيها للون الغامق ده بدون ما تتحرق. ده نحط عليها نص معلقة من صلصة الطماطم ونقلب كويس جدا لحد ما يبقى الزيت بتاعنا لونه محمر. نحط مقدار المية بتاعنا ونقلب حلو قوي، وهننزل بسر الرز الصيادية الاسكندراني، حتتين من القرفة الخشب ورشة قرفة خفيفة، ونحط الملح بتاعنا ونغطي عليه، ولما المية تغلي هننزل عليها بالرز بتاعنا ونقلبه كويس قوي. ولما يغلي الرز بتاعنا هنهدي عليه النار، وبعد شوية هنلاقيه اتشرب والبصلة بقت فوق، نقلبه تقليبة كده وبصوا لونه عامل ازاي، يعني حاجة روعة كده وحتة تانية خالص، ونغطي عليه ونخليه يكمل سوا علشان يطلع لنا بالشكل والريحة والطعم اللي مش قادرة اقول لكم قد ايه تحفة، قد ايه طعمه حلو قوي قوي وتحفة جدا. الطريقة دي كانت بتعملها جدتي زمان وكل الجدات بتوع زمان. احنا بنعمل الرز الصيادية لازم نحط له قرفة خشب ونحط له رشة قرفة خفيفة ونص معلقة صلصة. لا، أكيد أكيد اللي بيحب السمك هيجرب الرز ده. أتمنى إن هو يعجبكم كلكم، وأتمنى تنفذوه وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأن فعلا الرز الصيادية مع السمك المقلي حاجة تحفة جدا ووجبة رائعة جدا. كل الإسكندرانية وكل محبين السمك بيحبوها جدا، وأي حد بينزل اسكندرية بيدور على مطعم سمك ياكل فيه سمك اسكندراني برز صيادية. مستنياكم تجربوه وبالهنا.